القدسية. بعد التحية قداسة البابا، بالتأكيد ألمك ما ألمنا جميعا من أحداث خلال الأيام الماضية، فما هي الكلمة التي توجهها للمصريين؟ أولا أهلا وسهلا، وأحب أن أتكلم في نقطتين: أمور تألمنا من أجلها وأمور نشكر عليها كثيرا. نشكر فوق الكل السيد الرئيس مبارك على تدخله في الأحداث وعلى تعيينه السيد عمر سليمان نائبا له، والفريق أحمد شفيق رئيسا للوزارة الجديدة. وهذان الشخصان لهما كل التقدير وكل الاحترام في نظر الناس. نرجو أن يوفق الله كلا منهما في مهمته. ولقد اتصلنا بالسيد الرئيس نشكره ونحييه ونقول له إننا كلنا معه والشعب كله معه، فليعطيه الرب القوة وليحفظه لمصر لكي يديم السلام فيها والنظام والقوة. ونحن ننتظر أن يرجع الأمن إلى شوارع المدن لكي يساعد القوات المسلحة ولكي يعمل عمله المطلوب منه. حفظ الله مصر وباركها وجعلها دائما مصدرا للقوة ومصدرا للخير، ونجاها من الشامتين والمتعدين الذين ينشرون أخبارا تسيء إلى المجتمع وتروع السكان فيه. احنا بنحبه وهندافع عنه لاخر قطره من عمرنا. احنا بكينا بعد البيان بتاعه امبارح، انا شخصيا وقفت في البيت ضربت له تعظيم سلام. اظن الرئيس عمل اللي عليه واكتر، واحنا مش عايزين البلد تتخرب. احنا كلنا جايين، احنا جاي من مصر الجديده وجاي من الارياف عشان نقول كفايه كده، وان مش ده رئيس جمهوريتنا اللي اتعامل فيه كده، وربنا ان شاء الله هينصره وهينصرنا باذن الله. بيسعدنا ايضا ان يكون معانا القمص عبد المسيح بسيط من كنيسه مسترد العذراء مسترد، ومدرس اللاهوت العقائدي. بنرحب بحضرتك القمص عبد المسيح بسيط. بنرحب بوجودك. احنا بنتكلم طبعا النهارده عن يوم الغضب، وبالتحديد يمكن عايزين نعرف من قدسك ليه الكنيسه وقدسك اللي طلعت بهذه التصريحات، ادليت بهذه التصريحات انه ما يشاركش اي قبطي في هذه الوقفه؟ شوفي، اولا المظاهرات، انا جاي طبعا كان عندي محاضرات في معهد الرعايه في العباسيه. رحت قابلت المحاضرات ورجعت ما بقولش اي نوع من المظاهرات في العباسيه في مصر الجديده في مدينه مصر. المناطق دي كلها ما فيش اي مظاهرات. المظاهرات موجوده فقط في دوله الصين والتحرير. طبعا اللي بيقود هذه المظاهرات اللي كان بيغذيها وعاوز ينشطها 3 جهات: حركه كفايات دي طبعا بتطالب عنها مالناش اعتراض عليها، لكن في جهتين تانيين: الاخوان المسلمين والجهاديين السلفيين. فطبعا دول بينزلوا كمظاهرات، والمظاهرات لو تشوفي اعداد الملتحين، يعني طبعا ما رحتش ما شفتش، لكن اللي جايين ينجلوا في اغلبهم ملتحين، اللي هم من الجماعات الدينيه، يجوا على اجزاء منهم مش قليل. فواضح ان ليها اهداف سياسيه، فهم بطبيعه الحال كل لهم اهداف لغايه الوصول للحكم، والتانيين عايزين يطبقوا الشريعه، فالاثنين لهم هدف ديني او سياسه دينيه
عم يسمى بالإسلام السياسي. بالتالي طبعا لو الأعمار موجودين لكثافة، وكان طبعا في المظاهرات اللي حصلت كما بقى حضرتك الاسكندريه ظهر اليوم اعداد غفيره، فلو انضموا لهذه المظاهرات هتديها قوه اكثر واكثر، لكن في النهايه مين اللي هيجي معاها؟ الاخوان والجماعات الدينيه هي نقطه جوهريه يبدو انها غايبه عن ناس كتير. فبطبيعه الحال مش من المنطق ان احنا نساهم في فوضى في البلد، وهم عايزين يشعلوا ما يسمى بالفوضى الخلاقه، انه يتيحوا رئاسه المقام الوزاره في نفس الوقت يسيطروا هم متخيلينهم هم ممكن يسيطروا الحكم، بالرغم طبعا ان ده مستحيل ان مصر فيها شرطه قويه، فيها مركز قوي، في جيش قوي جدا. كان من الطبيعي انها تحصل فوضى، وممكن تحصل انسان ودمار، وممكن يصاب فيه الاعمار، والهدف النهائي في النهايه مش هيكون صلح الاعمار، بالعكس هيبقى ضدهم. بس طب سامحني معلش القمص عبد المسيح بسيط، معلش انا بس اللي حضرتك اكمل كلامي. اتفضل. المسؤولين الوحيدين في مصر اللي ما لهمش طموحات سياسيه بمعنى الوصول للحكم، او ممكن يعملوا تنظيمات مضاده للحكم. من هنا طبعا احنا لما موقف مع الدوله ونقشوا في موضوع تاني، ما نناقشوش على اهداف الاخوان والجماعات الجديده. في الحاله دي هم اللي وصلوا للحكم، انت عارف ايه اللي ممكن يحصل في مصر، واول من هيكونوا الضحايا هم الاعمار، فازاي هيكونوا الضحايا احنا اول ما نكون ضحاياها؟ هنا طبعا اللي عيناه على الانترنت والبلتوك، واللي شفنا مين اللي بيحافظ على هذه المظاهرات، طبعا من الواضح انها مش لمصلحه مصر، انما لمصلحه فئه معينه. كان من الطبيعي ان احنا ندعو الشعب المسيحي ان يشارك في هذه المظاهرات. ظاهرة جميلة. أولا أنا بحيي هذا الشباب، شباب 25 يناير ده أنا بحيي، لأن كنقطة فارقة بين تاريخ مصر ما قبل 25 يناير، والتاريخ هيكتب كده أن مصر ما قبل 25 يناير تختلف تماما عن مصر بعد 25 يناير. وأنا كراجل اللي عشت في العمل السياسي يعني من سنة 63 بقول إن إيه، إن هذا الشباب الحقيقة يعني كنت يعني أنا ما كنتش أتصور أبدا في حياتي أن هذا يحدث في جيلنا ولا اجيال تاني، لكن طيب. هم سبقوا هذه الخطوه، ان هم ايه، ان هم عملوا هذا العمل البطولي الجميل اللي انا حاليا انا بحييه وبشكر هذا الشباب. هذه المظاهره عملت حاجه جميله جدا، وحدت بين المصريين كلهم بالتاكيد. وبعدين حاجه جاءت الى الناس على الاقل في الفتره الماضيه. الان يبدو انه هو تحول، كله يتحول الان، التلفزيون الرسمي، الصحافه، كله يقول ما اروع هذا ما يحدث بالتحرير، لكن هذه لم تكن الصوره بما فيها رموز للكنيسة منذ أسبوع وهم يخاطبون الشعب على التلفزيون الحكومي المصري كما ذكرت في البداية. وأسمع بس لقطة مما قلته فضيلتكم أنت بنفسك أيوة. على التلفزيون، لنستمع إلى اللقطة وأسمع تعليقك عليها. احنا كلنا بنجمع كمصريين، مش هقول أباط مسلمين لأن دي نغمة مرفوضة، لكن بنقول المصريين كلهم خرجوا للاستقرار، خرجوا للأمان، خرجوا لمصر كلها، أن يكون الزعيم مبارك هو القائد اللي بيقود مسيره مصر لبر الامان. انا طبعا يعني ايه زي ما بيقولوا شرف لا ادعيه، وايه يعني ايه ان طبعا الكلام ده انا قلته ومقتنع بيه،